انت لو شخص تلاتيني زي حالاتي وحد فت برضه زي كده، انت بتحتاج كرسي تثق فيه. ده كمان ايده مطاطيه بتلف يمين وشمال وطريه، تقدر تعتبرها لعبه وتقدر تعتبرها مكان راحه لايدك. الظهر بتاعه كمان تقدر تتحكم فيه بسهوله، تنزله تطلعه وتربط على الرابطه بتاعتك. كمان مسند الراس تقدر تتحكم فيه ان انت تطلعه لفوق شويه او تنزله، تعدله لقدام، تنيمه لورا. لو عندك مشكله زي مشكلتي اللي انا مش هتكلم عنها طبعا في الفيديو ده، هتلاقي القاعده بتاعت الكرسي تقدر ان انت توديها لقدام ترجعها لورا على حسب راحتك انت. عجباني قوي الايدين اللي عماله تتحرك دي. الكرسي لما تبص عليه من تحت هتحس ان هو معمول بشكل بريميوم، شكل نظيف، شكل يستحملك ويستحمل حاجتك. انا كشخص بيشتغل كتير وهو قاعد وبيلعب كتير كمان وهو قاعد، الكرسي بالنسبه لي استثمار ما يقلش ابدا عن استثماري العام، لان انت فيه بتحافظ على ظهرك على راحتك، وده هيفرق في تركيزك. الحقيقه ده من انظف الكراسي اللي شفتها الفتره اللي فاتت واللي جربتها بنفسي. الكرسي ده انا اشتريته من موقع اركان هو مش مجرد ويب سايت تشتري منه اساس مكتبي وخلاص، لا هو ليهم فروع، فرع في مدينه نصر في مصطفى نحاس، والفرع الثاني في مكرم عبيد. هتلاقي الكرسي اللي انا بكلمك عنه النهارده اسمه كومفورت ماكس موجود على الويب سايت بتاعهم. ولو قررت انك تستثمر في موقع اركان تقدر تستخدم البرومو كود اللي هيظهر لك على الشاشه، كانك بتقول لهم كده انا جاي تبع عمر عبد الرحيم، وهيعملوا معاك الواجب. وبعد اذنك بقى عشان هلعب بالكرسي شويه.